لماذا يحتفلون في أوروبا وأمريكا وفي روسيا يحتفلون برأس السنة الميلادية الجديدة؟ أولا يحتفلون بميلاد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في 25 ديسمبر، هذا تاريخ الميلاد عندهم. 1 جانفي تاريخ ختان المسيح بعد أسبوع من ميلاده، يعني له علاقة بالمسيح. المسيح نبينا أيضا ورسولنا عليه الصلاة والسلام، ولكن هم يحتفلون به بصفة أنه رب أو أنه ابن الرب أو ثالث ثلاثة، ونحن أبرياء من هذا. إذن أصل الاحتفال إما يحتفلوا بميلاده في 25 ديسمبر، وإما يحتفلوا بختانه في أول جانفي، لأنه في سنة 1582 البابا غريغوري، عليه يقولوا التوقيت غريغوريان، يقولوا التوقيت الغريغوري الميلادي، لأن البابا غريغوري هذا في القرن السادس عشر يعني أقره أن تاريخ الاحتفال بالميلاد ورأس السنة المجيدة والميلادية هو 1 يناير اللي هو 1 جانفي. إذا كي ترجع لأصل المسألة تلقاها باللي في الحقيقة موش تاعنا ومش حاجة سهلة لما يقولوا إن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وها هنا مغالطة تاريخية، لأنه عندما يقولون هم يحتفلون ب 25 ديسمبر خاصة يكون الثلج ويصنع رجل من ثلج ويحتفلون وقت البرد، لكن ربنا عز وجل وهو أصدق منهم قال عن مريم البتول عليها السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك أو تساقط قراءتان عليك رطبا جنيا. والرطب نوع من التمر يجهز في فصل الصيف، فكيف هم يقولون ولد في ديسمبر؟ وحتى ورد في إنجيل لوقا، وهو من الأناجيل الأربعة المعتمدة عند النصارى، لوقا ومتى ومركس ويوحنا، فلوقا يذكر قال: وها هنا ظهر 3 رعاة في الليل يحرسون قطعانهم. الليل في الشتاء برد، الراعي يدخل الغنم تاعو يسكر عليهم، بس كيف كانوا الرعاة برا يصرحوا مرتاحين؟ معناها كان فصل صيف، ولد سيدنا عيسى في الصيف وليس في الشتاء، باعتراف بعض حتى علماء الإنجيل من أوروبا وغيرهم. إذن ها هنا مغالطة تاريخية. الأصل الثاني في مسألة الاحتفال، مثلا بيش هذيك شجرة الاحتفال بعيد الميلاد، احنا الناس نتبعوا برك تقليد أعمى والعياذ بالله. منين جات؟ حتى هي ما عندهاش أصل مسيحي ولا نصراني، وإنما في القرن السادس إلى السابع الميلادي في ألمانيا أول ما ظهرت هذه الشجرة، واختاروا شجرة لا يتساقط ورقها، دليل على أنها شجرة حياة، يعني حياة مستمرة. وحتى القرن السادس عشر باش عممت في أوروبا، خرجت من ألمانيا راحت لفرنسا ومن بعد راحت لبريطانيا وأقرها الملك في بريطانيا وولات شعار مسيحي. وزاد لها مارتن لوثر كينغ نتاع البروتستانت، زاد لها هذيك الأضواء والإضاءات على الشجر، لأنه كان خرج في ليلة شاف النجوم في السماء عجبوه، قال علاه ما نديروش ذوك النجوم شغل على الشجرة هذه. يعني لاحظ كل هذا التاريخ اللي نحكي لكم عليه ما فيه لا رسول لا صحابي لا فقيه لا عالم لا يحزنوا. منين؟ ما عندناش تاريخ حنايا حتى نجيبه من عند مارتن لوثر كينغز ولا نجيبه من عند الألمان ولا من عند الفراعنة، لأنه كلمة كريستماس تاريخ الميلاد أو احتفال كريست هو عيسى، يقصد المخلص زعما يسلك أتباعه من العذاب يوم القيامة. وماس من الميلاد، كلمة بالحقيقة فرعونية مصرية قديمة. كريستماس يعني تاريخ الميلاد أو ميلاد المسيح أو ميلاد المخلص، يعني لاحظ عنده علاقة بالديانة الكافرة وليس له علاقة بالإسلام.